لماذا يخشى المغاربة التحكيم أكثر من مواجهة نجوم فرنسا أنفسهم؟ ساعات قليلة تفصل عن الملحمة التاريخية في ربع نهائي كأس العالم 2026 بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية. لكن هناك شبحا واحد يطارد الجماهير المغربية ويثير الرعب في قلوبهم. إنها صافرة الحكم. هل المخاوف مشروعة أم أنها مجرد تبريرات مسبقة؟ تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل الصادمة والكواليس تعيين حكام المباراة. ولكي نفهم هذا الخوف يجب أن نعود بالذاكرة إلى استاد البيت في قطر 2022. في تلك الليلة شعر ملايين المغاربة بظلم تحكيمي صارخ من الحكم المكسيكي سيزار راموس. ركلة جزاء لم يتم احتسابه من الأسود الأطلس، وتجاهل الحكم للأخطاء غيرت مجرى المباراة، وقرارات غريبة من غرفة الفار حرمت المغرب من نهائي المونديال. واليوم يتكرر المشهد في ربع النهائي 2026، والتخوف هو أن يدفع المغرب ثمن النفوذ الكروي مجددا. الفيفا أعلنت عن طاقم التحكيم لهذه القمة الصعبة، وهنا تكمن النقطة الحساسة. طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل. لماذا هذا الاختيار في هذه المباراة بالضبط؟ الجماهير المغربية تخشى أن يتكرر سيناريو الحماية التحكيمية لنجوم فرنسا مثل كيليان مبابي، خاصة مع غياب عنصر مؤثر في المنتخب المغربي مثل إسماعيل السباري بسبب الإصابة. المدرب محمد وهبي يعلم جيدا هذا السيناريو، والرسالة موجهة للاعبين واضحة: لا تتركوا مصيركم بيد الحكم. السلاح الوحيد لأسود الأطلس لتفادي أي غلط تحكيمي هو حسم الفرص مبكرا، واللعب بانضباط تكتيكي عالي دون ارتكاب أخطاء ساذجة قريبة من منطقة الجزاء. الضغط الإعلامي المغربي الآن يهدف لشيء واحد فقط: وضع طاقم التحكيم وغرفة الفار تحت المجهر لضمان العدالة الكاملة. المغرب يمتلك جيلا قادرا على قهر المستحيل وإقصاء فرنسا ومواصلة الحلم المونديالي، شريط أن تسود العدالة على المستطيل الأخضر. وأنتم يا أسود الأطلس، ما هو رأيكم؟ هل ترون أن التخوف من التحكيم في محله وله أسباب منطقية، أم أن المنتخب المغربي قادر على الفوز مهما كانت الظروف؟ شاركونا بتوقعاتكم للنتيجة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن كواليس المونديال. نلقاكم في الفيديو القادم، وديما مغرب.